السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في أول فيديو على القناة، وخلينا نخش في الموضوع على طول. النهاردة هنتعرف مع بعض على ايه هو ريد بيل، زائد ليه بقى ريد بيل مهم أوي في الوقت اللي احنا فيه ده. الصراحة يعني الرجالة بقت بايظة خالص الصراحة، بشوف حاجات النسوان ما بتعملهاش. وازاي ممكن يساعدك في حياتك اليومية وخاصة مع النساء، في ظل الأفكار بقى الكتير الغلط المنتشرة دي. زي ما قلت، من النساء اللي معمول لهم غسيل دماغ، ورجاله والله كمان معمول لهم غسيل دماغ، وبنسبه كبيره. يا رب انت ما تكونش منهم بس. ونخلينا نخش بقى ايه، نعرف مع بعض ايه هو ريد بيل على طول كده. تمام، خليني اوضح ليكم بكل بساطه. ريد بيل هو مفهوم بس مستمد من فلسفه معينه كده، بتساعدك تفهم طبيعه العلاقات بشكل اعمق. وريد بيل مش بس على النساء، بل هو مع الرجاله ومع الستات. هو بس بيخليك تعرف ازاي يعني حدود لنفسك، مبادئ، تعرف تقول لا، ما تخليش حد يضحك عليك. يعني ما تبقاش بلو بيل اللي احنا هنعمل فيديو مخصص البلو بيل بقى اللي هم عملوا لهم غسيل دماغ باذن الله، واللي بتشمل ازاي الناس بتفكر، وخصوصا النساء. عشان احنا هنا بنيجي احنا علاقتي في القناه دي مخصوصة عشان تحسن علاقتك بالجنس اللي المفروض يبقى ناعم يعني في الزمن اللي احنا فيه ده. تمام، دلوقتي احنا عرفنا ايه هو ريد بيل. خلينا بقى نعرف منين جه ريد بيل. ريد بيل، عارفين فيلم ذا ماتريكس؟ هو جه من فيلم ذا ماتريكس. الفكره اصلا مستوحاه من الفيلم ده، اللي هو اما الراجل الاسود قابل الشخص نيو دوت اللي حياته كلها روتين روتين روتين، وحبايه زرقاء وحبايه حمراء. الحبايه الزرقاء بتعبر عن العالم الملائكي بقى، والوهم والدنيا حلوه ومفيش منها اتنين. والحبايه الحمراء عكسها خالص، بتعرفك الحقيقه المره، تعرفك النفوس الوحشة بتاعت النفس البشرية، وحاجات كتير زي كده بإذن الله نعرفها في القناة عندنا. وبدأ ريد بيل ينتشر بشكل واسع في المجتمعات بقى عبر الإنترنت. طبعا هو ثقافة غربية أصلا، يعني احنا خدناها من الغرب جبناها هنا، بنمشي الدنيا. فمش كل النساء بينطبق عليها ريد بيل، في بنسب متفاوتة. عندها حالات شاذة طبعا في اللي احنا فينا. وطبعا انتشر عبر الانترنت، ومع الوقت بدأ ريد بيل يترسخ في ثقافة معينة، وخصوصا بين الرجال اللي كانوا يبحثوا عن طرق لفهم العلاقات خصوصا مع النساء. وزي ما قلت، ريد بيل مش بس عن ازاي نتعامل مع المرأة وفهم طبيعتها. ريد بيل كمان تنص على ان الذكر كل يوم يطور من نفسه عن اليوم اللي قبله. عشان كده بقول لكم يعني حدود، مبادئ. لا بقى نخش يعني نفهم ريد بيل دور ايه اصلا في الحاجات دي. يعني هو بقى ازاي بقى هيعملها كده، هو هيفهمنا ايه عن المرأة اصلا. ريد بيل دوره اصلا ان هو يفهمك سيكولوجية المرأة وفطرتها من زمان بقى، راجل الكهف والحاجات دي. وزائد من ايه اللي بيخلي الست تخرج من العلاقة او الدخول فيها اصلا. يعني بتبصلك اول ما تشوفك كده وتتعامل معاك يوم اتنين، هي بتحدد اصلا انت ايه في الدنيا بتاعتك. يعني انت ايه بقى بالظبط. ممكن تتجوزك يعني تبقى بوي فريند كده. ما انصحكش اصلا انت هتبقى انت كراجل، ما ينفعش اصلا صاحب النساء اصلا في الشرع بتاعنا في ديننا. انت ما ينفعش اصلا. زائد ان ريد بيل مش عشان تبقى زير النساء اصلا خالص، انما هو كيفية الحفاظ على التعامل، وازاي انت تتعامل. زائد كمان ازاي انت تتعامل مع التلاعبات دي اللي هي اسمها شيت تيست. وعامل لكم فيديوهات برضو عن الشيت تيست دوت باذن الله. فيديو مقدمه كده عن ايه هو ريد بيل، عشان ما تقولكش بقى في انت هتتصدم. صدقني هتتصدم، انت مش عارف اي حاجه عن ريد بيل، وعايش بقى في وهم ملائكيه المرأة والحاجات دي. ان شاء الله الفيديو الجاي اعلمك ازاي تخرج من البلو بيل، وتصلح نفسك منها ازاي، وتفهم الدنيا ماشيه بقى ازاي. وفي آخر الفيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وما تنساش بقى يا صاحبي لايك كده واشتراك، واحنا أول فيديو في القناة مع بعض يعني، بإذن الله تستفيد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.